مساء الخير، انا المرشده السياحيه ودي قناه هيستوري ستوري. لو اول مره تشوفنا متنساش تعمل لايك سبسكرايب في القناه، ولو في حاجه انت عايزه نتكلم عنها اكتبها لنا في الكومنتات وان شاء الله هنتكلم عنها في اقرب وقت. والنهارده هنتكلم عن فيلم نادر جدا، فجعة فوق الهرم. تم عرضه المره الاولى يوم 5 ديسمبر 1928. مده عرضه 120 دقيقه، والفيلم رومانسي من إخراج إبراهيم لامة وتأليف إبراهيم لامة. أما عن طاقم العمل: فاطمة رشدي، بدر لامة، وداد، رتيبة رشدي، مصطفى حافظ، السيد حسن جمعة، وبدرية رأفت. بتدور الأحداث في فصل الصيف في شاطئ اسكندرية. بيلتقي واحد ثري جدا اسمه سعيد بمنيرة، بيحبوا بعض وبينقذ اخوها من الغرقان. بتنشأ بينهم قصة حب ملتهبة جدا. وبعد كده سعيد ده بينافس واحد صاحبه في حب منيرة. صاحبه ده كان خاين لدرجة ان هو كان عاوز يغدر بيها، فهو بينجدها منه وبيعترف لها بحبه وبعد كده بيتجوزها. واكتشف ان صاحبه ده اللي اسمه سليم، اللي هو عمل نفسه ان هو بيحب منيرة، طلع محكوم عليه بالسجن بمؤبد. وانتهى الفيلم باني سعيد اتجوز منيرة وبس. هو فيلم بسيط جدا وفيلم نادر، وان شاء الله ينزل في اقرب وقت عشان كلنا نتفرج عليه. الفيلم ده من المعروف عنه انه ساتت فيلم روائي طويل اتصور في مصر، وتم تصويره بالكامل في مدينة الاسكندرية. وشكرا جدا لسماعكم الفيديو ده. ولو اول مرة تسمع عن الفيلم ده ياريت تكتب لنا في الكومنتات وتكتب لنا رأيك عن الفيديو اللي احنا قدمناه لك. وما تنساش تعمل اشتراك ولايك للفيديو، صدقني مش هتخسر حاجة. زرار الاشتراك ما بيكهربش وزرار اللايك برضو ما بيكهربش. كل اللي انت هتعمله ان انت هتساعدنا ان قناتنا تكبر وتوصل لعدد كبير من الناس. وشكرا جدا لكل اللي بيشترك، وسلام عليكم.